عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم آلاء هشام، مدربة تنمية بشرية واستشارية علاقات أسرية من المركز الكندي. النهارده هنتكلم، احنا طبعا مستمرين رغم أي حاجة ومش حد هيوقفنا إن شاء الله أيا كان. هنتكلم إن شاء الله النهارده عن النصيحة. تمام. طبعا الناس كلها بتخسر بعض بسبب الموضوع ده، يعني معظم الناس بيخسروا بعض بسبب موضوع النصيحة وبيبعدوا عن بعض وبيحصل فجوات وبيحصل أحاسيس سلبية كتير بسبب الموضوع ده. طب أنا إزاي أتغلب على الموضوع ده؟ أول حاجة لازم تسأل نفسك شوية أسئلة قبل ما تبدأ في موضوع النصيحة. السؤال الاول، هل انا خالي من العيب اللي بنصح بيه الناس؟ لا مش خالي. طب هل انا ماشي في اصلاحه؟ يبقى ينصح. تمام. يبقى قبل ما تنصح الناس بالعيب ده شوفوا فيك، طب هو فيا انا ماشي في اصلاحه؟ اتفضل انصح. تمام. يبقى رقم اتنين، ده السؤال اللي هسأله لنفسي. رقم اتنين، قبل ما اواجه الشخص ده او قبل ما انصحه لازم اسال نفسه ليه انا بنصحه. هل انا مثلا ده تقليل منه، بقلل منه؟ هل مثلا بحبطه، بزعجه، غيران منه، حاقد عليه، كارهه، مثلا عايزه اغيره على مزاجي؟ اسال نفسك الاسئله دي كلها. في اسباب اخرى ولا عايز فعلا انك هدفك من النصيحه الاصلاح والتوجيه الصحيح؟ جميل. اسأل رقم ثلاثة، هل فعلا الامر اللي انت داخل تنصحه ده امر مهم للدرجة دي؟ يعني ما ينفعش يا جماعة نمسك حاجات بسيطة ونبدأ ننصح الناس فيها. لا، مش لازم كل شوية تنصح حد بكذا حاجة ما هو الموضوع لو زاد عن حده يعني هيتقلب ضده والناس هتزهق. يبقى لازم النصيحة تبقى على امر فعلا مهم جدا. جميل. يبقى لازم اشوف الامر مهم ولا لا. اخر حاجه، ازاي اوجه نصيحتي بشكل سليم، وده اللي احنا بنتكلم فيها. يبقى انا قبل ما اتكلم في اي نصيحه لازم التلات اسئله دول يبقى اجابتهم صريحه جدا معاك، عشان تبدا مشاعرك كلها تبقى فعلا رايحه للشخص ده. تعالوا بقى نشوف طريقه النصيحه. دايما انا بنصح الناس اقول لهم يا جماعه طريقه النصيحه دي تبقى عامله زي الساندوتش. خليك ساندوتش. ايه الساندوتش دي؟ الساندوتش بيبقى عامل زي الخبز، وبعد كده الطبقه تنحش، وبعد كده الخبز. 3 طبقات. ايوه كده. يعني ايه معنى الكلام ده؟ معنى الكلام ده ان انا لما اجي الانطباع الاخير نفسه بيدوم. يعني الانطباع الاخير نفسه بيدوم، يعني انا مثلا لو مشاكل مع صاحبي، مع مراتي، مع خطيبتي، حد مشاكل مع حد، بيفتكر اخر موقف يحصل بينهم. يعني اخر موقف حصل بينهم هو بيفتكره ليه، ويبدا بقى يشحن في نفسه ويبقى طاقته سلبيه، حتى لو في حاجات كتير حلوه حصلت، بس الموقف اللي ثابت في ذاكرته هو اخر موقف. ليه؟ لان الانطباع الاخير دايما بيدوم، وده طبعا في تبع قوانين علم النفس. جميل. يبقى انا ليه بقى خليك تبع طريقه السندوتش، بحيث انك تبقى اول حاجه بتمدح الشخص بحاجات فيه، ما تجاملهوش، امدح الشخص بحاجات فعلا صفات كويسه فيه. بعد كده قدم النصيحه باسلوب كويس جدا. بعد كده اختم بانك تمدح فيه وتشجعه وي. فالانطباع الاخير هيدوم عنده ان هو فعلا انت خايف على مصلحته. ادي اخر حاجه، اول حاجه. تمام. تعالوا بقى نشوف موضوع النصيحة. أنا إزاي أنصح، أو إيه النصيحة أوجهها إزاي؟ أول حاجة لازم يبقى فيه لفت نظر بذكاء جدا. يعني كنت في محاضرة ليا وصوت المايك ما كانش واضح، راح واحد قايم قال لي يا دكتورة بعد إذنك، المحاضرة جميلة، بعد ما المحاضرة خلصت طبعا، محاضرة جميلة وما شاء الله حضرتك ما شاء الله عليكي، بس لو كان المايك أو الصوت واضح كان استفدنا أكتر. اسلوبه جميل جدا جدا جدا. وانا فعلا بدات امشي في الموضوع، وان قبل ما ادخل المحاضره ابدا اظبط المايك. فالموضوع ده يا جماعه، يعني شوفوا الفرق بين الاسلوب ولفت الانتباه بذكاء. في فرق لما واحد قام يا دكتوره والنبي احنا مش سامعين حاجه. شو الفرق بقى بين الاسلوبين؟ الفت الانتباه بذكاء. جميل. تاني حاجه الاسلوب اللين. لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العظيم. يعني ربك عز وجل بيقول يا جماعه اسلوبنا يبقى كويس، اسلوبنا يبقى لين، اسلوبنا فعلا يحبب الناس في الحاجه. فكره الناس اللي بتكفر والناس ماشيه تكفر في الناس مش عارفه اقول عليهم ايه. يعني انا مش عارفه، انت حتى مش بتتبع دينك علشان اللي انت بتكفر فيه. تابع دينك الاول واتبع اساليبه، وبعد كده ابدا شوف نفسك بعد كده. تاني نرجع تاني، اسلوب اللين يا جماعه. الاسلوب اللين، نختار الكلمات كويس جدا. اختار الكلمات وانت بتتكلم. بدل الكلمات لقيتها مش حلوه ومش مستطعمها، استطعم الكلمه نفسها ببقك. مش مستطعم الكلمه، بدلها. تمام. رقم 3، النقد يبقى في شيء محدد. ما ينفعش انقد شخص بشكل عام. يعني ما ينفعش اقول له البني ادم ده كله وحش، الرحله دي كلها وحشه، مثلا ياكل الاجازه دي ما استفدتش منها حاجه. ما ينفعش النقد يبقى بشكل عام، لا، انتقد في الحاجه اللي حصلت فعلا. حدد النقد في مكان معين. جميل. 4، مش لو هتنتقد شخص او هتنصح شخص على العام، ما يفضلش انك تنصحه مباشره. يعني استخدم زي جمل، زي حكم، زي اي حاجه توصل لها المعنى. وليكن مثلا معذره، الخط المستقيم اقرب مسافه بين نقطتين.
تفهم من الحته دي؟ يعني بتقوله بدل ما انت عمال تلف وتدور امشي في خط مستقيم، هيفهمها وهتبقى جميله ولذيذه وهتوصل له بسرعه. تمام. رقم 5، ما ينفعش انتقد شخص في طباعه. قلنا قبل كده ان احنا مختلفين في مفهومنا الذاتي، مختلفين في لغتنا، في قيمنا، في مبادئنا، كل واحد ليه حاجه خاصه بيه، شخصيته خاصه بيه. ما ينفعش انا اروح ابدا اهاجم فيه، يعني اقول له انت خائن، انت مثلا كاذب، انت مش بتفهم، انت. كلمه انت دي هياخدها على طول على مفهومه الذاتي وهيبدا يهاجم من غير ما يشوف حتى الكلام. يعني مجرد انك بتهاجم مفهومه الذاتي ده دليل واضح انك هيبدا يهاجمك ويبدا يخش فيك شمال. جميل. يبقى ما ينفعش اهاجم حد في مفهومه الذاتي او اوجه له الحاجه مباشره. لازم يبقى كلامي بشكل عام، ولكن اتكلم مثلا على الكذب والخيانه مثلا، اقول له والله الكذب والخيانه صفات مش حلوه كويس، ويعني يا ريت انا وانت لما نبعد عنها مثلا. تمام. ففكره انك توصل المعلومه بشكل عام جميل جدا. فكرة بقى او رقم 6، انك بتعترف بالغلط قدامه. يعني ما ينفعش انا انصح حد واقول له والله انت كلك اخطاء وانا ما بغلطش. لا، انت فكرة انا حاسس بيك. يعني كلمة انا حاسس بيك دي هتخليه هو اصلا منتظر كلامك. فكرة انا حاسس بيك، فانت اقول له ايه المشكله، انا غلطت وقعت في نفس الغلط ده قبل كده، او العيب ده كان فيا قبل كده وقدرت اتغلب عليه وانت هتقدر تتغلب عليه. يبقى تحسسه ان انت عادي، ايه المشكله، اي حد بيغلط واي حد واقع في العيب ده. فكره انا حاسس بيك. تمام. رقم 7، دايما خلي عندك حسن ظن بالاخرين الى ان يثبت العكس. يعني ما ينفعش على موقف واحد ابدا احكم على الشخص، لا، لازم يحصل كذا موقف قدامي. ما تبقاش اندفاعي وسريع الحكم على الناس من غير دليل. تمام. رقم 8، مش تنصح بس، لازم تدي علاج. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي هتنصح وما شاء الله عليك وهتنصح الناس، يبقى لازم يبقى عندك علاج ايه؟ وليكن مثلا انت مش بتصلي، والله ايه رايك لما نعمل جدول مثلا نمشي سوا انا وانت عليه؟ يبقى انت اديته العلاج للحاجه اللي عنده. لازم يبقى عندك علاج صحي، وبعد كده تبدا تشجع فيه وتديله ثقه بالنفس انه هيقدر يمشي، وانه هيقدر يعمل، وانه هيقدر يتغلب على العيب ده، وانه هيقدر مثلا يصلح الحاجه دي. جميل. رقم 9، مش تمسك على رايك. ما تمسك مش تبقى عامل زي الناس اللي قافله دماغها خلاص هو كده يبقى هو كده. لا، ممكن تكون انت على غلط، ممكن تكون انت وجهه نظرك من ناحيه واحده بس او من نظره واحده بس. لا، ما تمسكش على رايك، ممكن تكون انت غلط بسهوله جدا. تمام. رقم 10 واخيرا، خليك او ضع نفسك مكان الشخص اللي بتنصحه. ضع نفسك مكان الشخص اللي بتنصحه ازاي؟ اختبر الكلمات قبل ما تطلع من بقك. انا قلت استطعمها، تمام، ولا قصدك الكلمه دي. اختبر احاسيسك، حط نفسك مكان الشخص كده وانت بتقول له الكلام، احساسه هيبقى ايه؟ والله احساسه هيبقى ايجابي، خلاص انا هقول. اختبر الاحاسيس. من الاخر عامل الناس زي ما عاوز الناس يعاملوه، عامل الناس كما يحب ان يعاملك الاخرون. جميل. احنا في عون بعض، بس احنا بنبقى في عون بعض بطريقه غلط، فبنبدا نبعد، الناس بتبدا تبعد. لا، خليك عون لاخيك وانصحه وارشده وهو ينصحك ويرشدك، بس بطريقه صحيحه تقربكم من بعض اكتر مش تبعدكم عن بعض. جميل. والله لو مشينا على موضوع السندوتش ده، يعني الناس اللي جعانه طبعا نمشي على موضوع السندوتش يا جماعه، مدح وبعد كده النصيحه باسلوب كويس على الطرق اللي لسه قايلها، وبعد كده تختم بمدح. الانطباع الاخير هيدوم عند الشخص وهيبدا يستقبل كلامك بسهوله جدا. سعيده جدا ان كنت معاكم النهارده. مفيش حاجه هتوقفنا، انا بقولها لي مفيش حاجه هتوقفنا انا شخصيا ولا هتوقفكم ان شاء الله. يا ريت اي حد يسمع يشير الفيديو عشان النصيحه تعم ويوصل رسالتي امانه في رقبتكم. يلا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله يشاء.